رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحلقة لبعض برنامج كيني ورركا دنبال سيدياشا أما قصص الأنبياء قصوينك أنبياء ولا لا نحن كل حجرني هردعيدي مقدمتي أما هردعي صدحات وما حي فرق أكل دحيا قصوينك أنبياء قابك إلهي تبارك وتعالى أو جور رمي يقصوينك عادي جاي شيء كوين كين عادي جاي مركين وسوري سنينه يقصوينك وحوي تصالان كتبتا قصص كي وحوي عادي جاي لقو قري فرق أكل دحيا محمي كنت ولا لا الفروق مهمة أي جرتا أو أيقو عد هاي فرق كسابسا إن قصوينك أنبياء إلهي تبارك وتعالى وكقدح ورمي كتاب كيسا قصدك يؤتشيدد اللوجة شيدا إن يتهاي قصوينكاس وانو التذكرة وإن لقو عبرقاته وإن لقو أن توبه إلهي تبارك وتعالى وحوري لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب تتكع أولو الألباب تتكع عقلك يوم مسكحضة وصاحبك يلي الدوني عقلك ودينك كشقيسيان أي الدوني إن يكون توبان قصوينك أنبياء ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه كتبتي كوريسي أي قرآن كأرمانيا وحان لقو جيدا إن لقوان توبه وعبرو يفائدو وحويان أينو كقاضنو قصوينك أنبياء ساوغد ولا لا الواحد دريمي كرتان قصوينك أنبياء إلهي تبارك وتعالى قرآن كيسا وكل حشيغي لقو مد دالين إن تواريخ لا شيغو تاريخ ده والنبي قال سنة كاسو نولا سنة كاسو وحويا ودنتي وقت كاس إلهي تبارك وتعالى وصدري لقو مد دالين إن وحويا إلهي تبارك وتعالى وشيغو مقعيده وقصة النبي بقى وحد كرتا إن قصة النبي جاس دور مقعو كلا تدون إنه يصومران أما دور قفو كلا تدون ولكن مقعيدو دي أن الشيغين ومثلا ولا لا هذا تصالحان أصحاب الكهف قصة معروف كقصة أصحاب الكهف إلهي تبارك وتعالى سورة دن وبحيي رجع قد كجلي إلهي محوري إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وفتيو وهذا يرى وشباب إلهي تبارك وتعالى الرميي ما كان لما شيء مقعيدو دي لما شيء عديهين لما شيء وقت أهاين لما شيء وقت نولاين لما شيء مقالدودي لما شيء كهفجا يقول كاي جلن مجعيسة لما شيء يعني حتى مركز دنبي إلهي تبارك وتعالى وكور رمي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم يعني إلهي تبارك وتعالى وكور رمي أقواشة كل حجرته يتدخل سدا يسوق خلافين لما نكل الرجحين القرآن وحويان وإن كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه والرجحي قولك وقدم بيه لكن ولا لا يلوحن أجيدا قصة قرآنية عبرة إن لقاقاته أي مقصودك إيه التذكرة وإن تدكو أيكو هنونان تدكو إني كفائدستان دروس عبروين إن وحويان لقا ردح بحوه وحويان لقا دحقاته بينما قصوين كان عادية هذا كتبتنا كو قرآن أما تاريخوين كوحوية تصالحان مثلا العلماء سور نقليان الذهبي ابن كثير البداية والنهاية الطبري ابن الجوزي علماء التاريخ ده وحكا قرطي وحي كنت داليان إنه التواريخ دي شيغان السندية دي إنه شيغان تصالحان مثلا وقت النولا تصالحان عدة يترجمين هيان الدين المدح هدوها البقرة هدوها المدحوين هدوها العالم هدوها يعني تاريخ ده أما وفياتك إيو سندياشي أي نولاين إيو مقالوين كودي هالكي تشوغين مهم بيجا أطعن لكن ما دام إلهي تبارك وتعالى مقصدك يؤتشيدد اللي يؤتشيدد قصوينك القرآني وأي تهيتدكو إنه يكون هنونان إلهي تبارك وتعالى مقاحيو يا تاريخ يا وقتيو يا ميلها يا بلدية أي كلا تشوغين يا مقالوين كودة يا مذبية أي كلا أهاين إلهي تبارك وتعالى مدنبا كقبل حوار من حوي قرآنك وأي مقصودك قرآنك أي وحي هي التذكير وإن تدكو حوي لغوانيو سيدا أوجد بولا ليال قصوينك القرآنك قفكو أو سؤران كرا يعني ما ترتيب سنة ترتيبتي وحويان يعني قصوينك عادية dadkii nutsanan hada ay u barteen waayo quraanka maqsadka qisada looga jeedo ayaan ahayn taariikh
maqsadka qisada looga jeedo ayaan ahaynun taariikh iyo iska madadaala iyo wax dadku ay ku nastaan iyo wax dadku ma garanaysa ay ku madadaashtaan ayaanu ahayn ee waxa uu uga jeedaa ilaahay tabaaraka tacaala cibra liulil albaab sida ogeed walaalayaal waxaad arkaysaan quraanka ilaahay tabaaraka tacaala qisada markuu ka warramayo waxa markiiba xoog la saaraya dadkaas inay mu'miniin ahaayeen inay gaala ahaayeen qaabkii irsaaladii bimaada ajabtum mursaliin rusushi qaabkii ay kula khitaabeen hadalladoodii orahyadoodii laakiin cadadka iyo tirada ay yihiin iyo halkay ku noolaayeen iyo wadankii joogi jireen iyo waqtiyadoodii iyo waxyaalaha ilaahay tabaaraka tacaala quraanka kagama dhex sheekeynayo walaalayaal waxyaalaha cajiibka waxa kamid ah lataa'ifta yani runtii subxaanallah aadka uu qofka soo jiidan kartaa qisa laga yaaba ilaahay tabaaraka tacaala inuu ku celceliyo taasoo muqadimada afraad hordhaca afraad weeyaan qisooyinka qaarkood ilaahay tabaaraka tacaala uu ku celceliyay sida مثلا qisatu nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam in fara badan ayaa ilaahay tabaaraka tacaala quraankiisa uu kaga dhex warramay qisada nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam marmarka qaarkood ilaahay tabaaraka tacaala wuxuu ka dhigay si ballaaran oo aad u dheer sida مثلا suuratu alqasas suuratu مثلا alacraaf suuratu ashucaraa ilaahay tabaaraka tacaala si mufasal oo ballaaran ayaa ilaahay tabaaraka tacaala qisadaas uga warrama marmarka qaarkoodna si aad iyo aad u kooban ayaa laga yaabaa ilaahay tabaaraka tacaala in ilaahay qisadii uga qisoodo مثل هذا قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام سورة القصص آدي بأدرته يعني قصة طويلة وإلهي تبارك وتعالى وكبلها بيابا يعني إلهي تبارك وتعالى وكبلها بيابا أول سورة القصص إلى سورة القصص لمات كذا يعني وحنا ننكر قصة حوجة أي صارت سورة القصص وقصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حق آياتك الفاظ كلماتك إلهي تبارك وتعالى واستعمالي واحد دريمي كرتا إني أسلوب كيدو وكدير يهي أساليبتا ميلها كلام ركي كسو أرورتي مثلا هذا ضين الصور بدنا قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مركي كجرت سورة النمل قبل قدوم حيوى صدح آيات أما أفر آيات يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى يعني آيات إلهي تبارك وتعالى شن آيات أما أفر آيات إلهي تبارك وتعالى وحكى كور من قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حق متشابه اللفظ أرضي القرآن كحفظ ذا متشابهات اللفظ آيات كوحويان يعني آيات سوء هذا وألقى عصاك وأن ألقى عصاك هذا أفرسته ما دام سورة النمل قصة إلهي وكجا ورمي قصة النبي موسى سيرة كوبا إلهي وسوقاتي وألقى عصاك بالليل وأنت ولا جشرة بينما سورة القصص ما دام أي تهي سورة قصة يدو هذا أو ديرتهاي إلهي حكم الله تبارك وتعالى وأن ألقى عصاك يعني زيادات وحجرات فهمت هذه الله في رصدا وطلاب العلم يحفظ القرآن في رصدان أي هلي كران مقارنات كما كان الإسرار بدرجه قصة دي هلكن كوس أرتي هلكن كوس أرتي وحلي سودين كرا وحلي سودين كرا حكمة كوجرتا maxay tahay hal qiso ilaahay inuu soo laba gurciliyo oo qisada nabi Muuse oo kale عليه الصلاة والسلام ilaahay waxa laga yaabaa yani magaca waxay yiraahdeen magaca nabiyullaahi Muuse quraanka wuxuu ku soo aroray 130 goor wax ka badan 130 ba 136 ba waa laga yaabaa laakiin 130 goor wax ka badan ba ilaahay tabaaraka tacaala uu ku warramay oo uu ka sheekeeyay nabi Muuse عليه الصلاة والسلام ama magaciisa uu soo qaatay حكمة كوجرتا maxay بينما قصooyinka qaarkood oo muhiima oo quraanka ku jira sida qisatu nabiyullaahi Yuusuf عليه الصلاة والسلام hal mar ay ilaahay tabaaraka وتعالى قصديسه وكشيء كتاب كيسة تبارك وتعالى وإنه يمضون إن شاء الله تعالى يدو تفصيل سن ميله هدنا قاعدين دونا لكن حكم ككتشرة والله أعلم علماء أي تلمامين إن قصة إلهي وسول بجور عليه حكمين ككتشرة واحد تعيه حكمين ككتشرة واحد تعي إن إعجاز كقرآن كلاموجيه قرآن إنه هي معجز يعني هل قصة أي إلهي وحكى جور من القرآن ككنتم جور هل قصة إلهي تبارك وتعالى القرآن وحكوا سوقاته بقول جور بقول كجور أسلوب لم يدي مشرو كلمة لم يدي مشرته قابك سورة البقرة قصة موسى يقول شرته قابك أعراف يقول شرته ويكل دونته قابك أعراف مركي يقول شرته يمركي سورة طه يقول شرته ويكل دونته مركي يقول شرته سورة الأنبياء يمركي يقول شرته سورة النمل القصص ويكل دونته مع كل هذا يعني هل قصة يا إلهي وليه وان سول بجور عليه انتاس أجور من سول بجور عليه ومع هذا مركزتنا ومعجز وأسلوب جارة وأسلوب أنا كري دتكو إن لي ما دان مدل لمده مركوا تحدي العرينيو قول لي هي انتاس أجور وكل دوم بان مركز تقصد عن يدين كاني لأنه هذه قصة مركز هذه سوء أروري لهيد وحلا أوران كري لها وحد ذكرت النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إن يسوي مسك حديث وكا كاني ومركا أيوجب بيجنتي ومركا أيوجب بيجنتي لكن مركز صلب جور نقطة 20 جور 60 جور 40 جور 50 جور مركز تنا أيتي معجز يعني لك على القرآن كمد لمده كنتم قربان يدين كان القرآن كاس أو حويا مد أنا لمد أهين لكن بريدكم مركلية إذنكم حويا لك على فأتوا بمثله مركا إعجاز القرآن كأي الله تبارك وتعالى وعدينا كذلك أيضا ولا لما دام أنت المامين قصوين كالقرآن أنا أهين قصوا من الدليل اللي وجدت يضطقوا إن كنا نستعمل أي تهي عبرة يوانو أنا دعي كرين أنا يدعي كرتو أنا يدعي كرتو
qofkii in waxa weeyaan quraanka wax kamid ah inuu xifdiyo qof baa laga yaabaa albaqaro kaliya inuu xifdiyo quraanka qof baa laga yaabaa 2 juz quraanka inuu xifdiyo qof baa laga yaabaa 10 juz quraanka inuu ka xifdiyo 10 juz uu xifdiyay waa in qisooyinkii qisada nabi muuse waa inay wax kaga jiraan qisada nabi nuux wax kaga jiraan qisada nabi huud wax kaga jiraan qowm caad qowm thamuud yani waxa looga jeedaa quraankii dad yani qof wax laga yaabaa inuu quraankii nasiib uu ka qaato nasiibkiisa uu qaatay qisooyin baa ku jira waanooyin baa ku jira baraarujin baa ku jira runtii waxa ku jirta xikmooyinka ilaahay tabaaraka taala uu soo laba gowciliyay qisatu nabi ilaahi yuusuf maxay hal mar quraanka ugu soo aroortay ee ay ugu soo noqon weyday waxaan kaga warrami doonaa insha Allah tabaaraka taala markaynu sheegayno nabi ilaahi yuusuf alayhi salatu wassalaam wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة